بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زبادي السحور. النهاردة جايبالكم طريقة في منتهى السهولة. الزبادي أهو قدامكم متماسك وفي منتهى الجمال، مفيش مية في الصينية ولا أي حاجة، وكوبايات بلاستيك يعني كمان مفيش مواعين، حاجة كده يعني في منتهى السهولة. هنشوف الطريقة مع بعض. معايا هنا حوالي كيلو وربع من اللبن الحليب. بحطه على نار هادية خالص، وببتدي اقلب فيه. هيغلي معايا، مش هطفي عليه على طول، هقعد بتاع حوالي ربع ساعة اقلب فيه لحد ما المية اللي فيه تتبخر، عشان يعني طعمه يبقى غني كده ويتقل. الخطوة دي مهمة جدا، دي أول حاجة في طريقة الزبادي، في نجاح الزبادي كمان. بفضل أقلب فيه على نار هادية لحد ما أحس إن هو نقص شوية، يعني اتبخرت المية اللي جواه شوية. بعد كده بسيبه يبرد، يبقى زي رضعة البيبي كده. بعد كده باخد منه كوباية، ومعايا كوباية من الزبادي بحطها جواه، وببتدي اضرب كويس جدا بالخلاط، بالكبة، بالهاند بلندر اللي متوفر عندك اشتغلي بيه. بضرب كويس جدا. المرحلة دي لازم ويعمل رغوة كده، اللي هي الزبادي مع جزء اللبن اللي انا خدته. خلاص كده ضربته كويس، حطيته على باقي الكمية، وببتدي برضو اضرب الكمية كلها زي ما عملت في الحبة اللي كانوا معايا. بضربه كويس جدا لحد ما يعمل لي رغوة كده، يعني يبقى بيتضرب تمام كويس. بعد كده بصبه في الكوبايات بالكمية اللي انت عايزاها. انا بستخدم الكوبايات البلاستيك دي على طول، يعني بصراحة بتديني نتيجة في منتهى الجمال، مفيش اي حاجة. اللبان بيستخدمها برضو، فانا بوفر على نفسي غسيل مواعين وكده، وبعمل في الكوبايات دي على طول. اهو زي ما انتوا شايفين، بصب الزبادي. الصينية ما فيهاش اي مية، ما بحطش مية مغلية ولا مية سخنة في الصينية خالص. بكون في المرحلة ديت مولعة الفرن. الفرن متولع بتاع حوالي ربع ساعة، يسخن كويس، الفرن يسخن كويس. وبصب الزبادي زي ما انتوا شايفين كده في الكوبايات بالكميات اللي انت عايزاها. تمام كده. خلاص كده لحد دلوقتي الخطوات ماشية مظبوطة، وخلاص خلصنا، والصينية ما فيهاش اي حاجة زي ما قلنا. هندخلها الفرن ونطفيه، الفرن سخن مطفي، بس كده. وهقفل عليه 4 ساعات، وهتاخدي زبادي مية مية في منتهى الجمال. هنا انا الزبادي خلص وحطيته في التلاجة شوية، وبعدين اهو بوريهولكوا اهو في منتهى الجمال النتيجة اهي، ولا اي حاجة، وحاجة في منتهى السهولة. كل سنة وانتم طيبين، ولو عجبكم الفيديو ادوني لايك وشير وسبسكرايب للقناة.